رجال ايش طولك ايش عرضك يقعد يسهر الليل كله على بلاي ستيشن. يا عيب الشوم. ونقول له تعال اقعد بالكنيسه خلي قدامه ارجيله يقعد يرجل لك للصبح. بس قل له اقعد صلي ما يعرف يصلي. ولهذا ندير بالنا غدا نعرف نصلي. مثل وحده تجيني خطيه يا اوي بعد الشابه تقول لي ابونا اقدر اني اصلي واني متمدده؟ عمي لا تصلي، عمي لا ما يريد الله صلاتك. ايش بيك يعني؟ ليش ما تركعين؟ مو رجلي. ايش بيها رجلك؟ فشوفوا هنا وين التحضير؟ وين؟ احنا منفوخين. الانسان المنفوخ ما يقدر يقعد، لازم يسوي عمليه يقص معدته. عندنا مثل سخيف جدا، سخيف بين يقولوا جماعتنا، يقول ما يعيب الرجال غير جيبه. عابت لهالمثل، عابت لهالمثل. طيرتوا الاخلاق، طيرتوا القيم، طيرتوا كل شيء، هسه صاروا جماعتنا مليانه جيوبهم. وين اخلاقهم؟ وين الاخلاق؟ زوجتي بنتك الواحد عنده فلوس بس ما عنده اخلاق، دمرها لبنتك وطلقها بعد كم يوم. ايش تسوين بالفلوس؟ شوفوا هنا هذا المثل يعكس غباء مجتمعنا، بانه ما يركز على شنو؟ ما يركز على الواقع الروحي او الواقع الاخلاقي، يركز ما يعيب الرجال الا جيبه، لا يعيب اخلاقه. هذا اللي تعلموه بحياتكم، ابدا تخلون الفلوس معنا. ولهذا هناك غباء ضارب جماعتنا، قدسوا الشيره وعطوا القديس وعطوا يسوع على مشان يرقصون خقه ويخلوها بالفيسبوك. واو شوفوا هذا، شوفوا هذول الشعب المسيحي. لا الشعب المسيحي مو شعب راقوس، كافي. حتى احتفالاتنا الدينيه سويتوا بس رقص، خلوا الرقص على صفحه. اخوتي بس اهم شيء منعوف الاحد، منعوفه هاي خطيئه عظيمه، هذا الشيء جبار عظيم، ما يصير نعوف. ليش؟ لانه الحياه السهله تعلمنا يلا باربيكيو ما اعرف منه طلعوا سفره. لا روح ادي واجباتك وفروضك تجاه الله وخذ قربانك. شلون انت خادم يا بين قوسين احمق.